اهلا وسهلا صديقي الانسان حبيب قلبي. ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير وبصحه وسلامه كده. عامل ايه يا اسطى؟ وحشتني والله، وانا والله بحبك. فانا عايز اقول لك النهارده انك انت مش غلطان، ولا حتى جاي اقول لك اتغير دلوقتي او اعمل اي حاجه. انا بس عايز اقول لك ان انا دايما حاسس بيك، والله حاسس بالفراغ اللي جواك وانت عمال تضحك ومحدش يعرف. حاسس بيك لما بتقوم النوم وانت مش حاسس باي دافع ولا عايز تعمل اي حاجه. الناس كلها شايفاك تمام، مش كده؟ ما عدا انا عارف اللي جواك. بس انت جواك حاجه كده نقول عليها انك ميت بالتدريج، او منطفي بالتدريج، او راحت منك بالتدريج. والمشكله الاكبر انك انت مش لاقي تفسير. بس اللي انت بقى فيه يا سيدي ده، واللي انا مريت بيه قبل كده في يوم، هو انطفاء. وانا جاي الحقك منه زي ما لحقت نفسي منه. الفيديو ده اعتبره طوق نجاة عشان تطلع من اللي انت فيه. في فرق كبير شاسع واسع كده بين التعب والاكتئاب والانطفاء. التعب بتقوم منه بعد شوية راحة، الاكتئاب بيبان ويكون ليه شوية أعراض وبنعرفه ممكن نعالجه. بس الانطفاء ده بيخليك عندك حاجة بتخلص أو خلصانة أو خلصت. هو لما تحس انك انت ماشي في الدنيا باوتو بايلوت، طيار لوحده هو اللي بيسوقك. زي مثلا انك انت تكون بتسمع مزيكا كنت بتحبها قوي بس دلوقتي بقت عادية، بتشوف ناس بتحبهم بس بقيت بتزهق منهم بسرعة، وعندك حاجات بقى كان ليك الشغف فيها جدا ودلوقتي بقيت بتعملها ولا اكنها واجب عليك. وده أسوأ من الاكتئاب، لأن الانطفاء ده حاجة ساكتة وهادية وبتاكلك بالبطيء. ايه اللي ممكن يكون بيبدأ الانطفاء؟ لحظة الانطفاء الصامت. عارف انت اللحظة اللي حسيت فيها انك انت اتخذلت، او حد كان المفروض يسندك وسابك، او مثلا لما كنت محتاج حضن ولقيت سكوت، او لما كنت بتجاهد كل يوم على اللي بتعمله وفي الاخر لقيت محدش شايف. لما تكون جواك نار كده عشان تعمل حاجات وشغف، وبتطفي كل النار اللي جواك وبتخليك تقف. بس انا عارف انت عشان جامد دايما كل مرة بتقول لنفسك انا قوي ومعلش وعادي وهكمل. بس المشكلة الاكبر ان انت عمال تتاكل من جواك وانت ساكت. كل مرة كنت بتقول فيها انك تمام وانت ما كنتش تمام، انت عمال تنطفي، عمال تقتل في نفسك وتقطع فيها. وفي يوم من الايام كل ده هيطلع. اول واحد هيطلع عليه هو انت، وبعدين اللي حواليك. تعالى بقى اتكلم معاك كده عن اكتر اسباب حقيقية للانطفاء. وانت لو قعدت مع نفسك كده وسألت نفسك كل اللي انا كنت بقوله لك، هتلاقي نفسك بجد ممكن يكون انت منطفي من كل اللي بيحصل، بس انت مش حاسس عشان ما فكرتش في يوم من الايام تقعد مع نفسك القعده دي. بس جرب نخش على الاسباب. البيت عايزك تبقى مسؤول، الشغل عايزك تبقى دايما منتج، اصحابك عايزينك تبقى موجود دايما ليهم، وانت محدش سأل نفسه انت عايز ايه. كل يوم مطالب منك حاجات كتير وانت اصلا مش قادر تاخد نفس. جسمك دايما بيحاول وبيفكر ان هو يحميك، بس مش بالقوة، بالتفكير والحيلة. بيقفل العاطفية وبيكتم الشغف وبيقولك كفاية، انت مش فاشل بس انت مرهق. انت مرهق من كتر الانطفاء. وعشان كده الفرق كبير قوي قوي قوي. مش معنى انك مش قادر تذاكر او تشتغل او تطور من نفسك انك فاشل. انت محتاج ترتاح، تتشاف، تتفهم، تطلع اللي جواك، تكسر الانطفاء اللي عندك، الانطفاء اللي بيخليك تشك في كل قدراتك. الحقيقة كلها ان انت جواك حاجات كتير جدا جدا محتاجة تطلع، بس تطلع في هدوء. هدوء. بس قبل ما نطلعها هقول لك على حاجة يمكن موجودة فيك دلوقتي. تستغربش انك انت حاسس ايه ده، هو ده عايش معايا ولا ايه؟ انا مش عايش معاك، بس انا جربت وانا متأكد انك هتعدي زي ما انا عديت. الكتمان المبالغ فيه. كل مرة بتقول انا مش عايز ازعج حد بمشاكلي، كل مرة بتقول هو انا اقول ليه، هو في حد هيفهمني. كل مرة بتبلع الزعل وبتعدي، ولا ايه؟ تاخد بق زعل اصلك كده كده هتعديه. كل مرة من دول بتحفر فيهم حفرة جواك تنزلك لتحت. اللي بيزود بقى الموضوع ده اوقات الفراغ الطويلة. انت فاكر انك بتريح وبتقعد بالساعة والساعتين كده تفكر ولا تتفرج على فيديو وانت عمال تفكر. لا، انت مش بتريح، لان عقلك بيقعد يجلد فيك. تنكر بيفكرك بكل حاجة ناقصة فيك.
وبيفكرك باللي كنت عليه واللي كان عندك واللي ما بقتش بتقدر توصل له. الفراغ ساعات بيبقى سم كده بيعمل يلسع فيك بس بالبطيء. واوحش حاجة في الانطفاء هو الانتظار، الويتنج، انك تستنى رد، تستنى تقدير، تستنى حب، تستنى نتيجة تعبك، بس اللي بيجي دايما اقل من اللي انا كنت مستنيه. فده بيطفي كتير كتير كتير. تعالى بقى نخش على الاهمال اللي انت دايما حاطط نفسك فيه، واللي هو الاهمال النفسي. انت دايما مهمل نفسك، بطلت تهتم بنفسك، شكلك، رياضتك، عبادتك، وروحك، وضحكتك. فاضحك بقى كده وانزل اضرب اللايك المتين. بطلت تسأل نفسك زي زمان هو انا محتاج ايه، انا عايز ايه، وبقيت شغال على وضع البقاء. بس انا موجود عشان انا موجود، مش عشان الحياة وانك تعيش. وساعات بتفكر انا موجود عشان اللي حواليا ومش مهم انا. من اول الحاجات اللي انا بدأت استخدمها عشان خاطر اطلع من اللي انا فيه ده، قلتها لنفسي في يوم: كفاية جلد ذات. انت مش لازم تبقى سوبرمان، انت انسان وبيتعب وبيقع وبيغلط زي اي انسان، وكل ده طبيعي ومش عيب. واللي بيكسرك مش الغلط واللي حصل، ابدا. انا اكتشفت اللي كان بيكسرني هو جلد الذات، وان انا ما احاولش اغير من اللي حصل واقوي نفسي بعد الغلطه. لا، انا قاعد اقول لنفسي انت غبي، انت وحش، انت اللي سبب، انت اللي خليتيهم يمشوا، انت. وده هيخليني واقف في مكاني منطفي ما بعملش حاجه. والحاجه التانيه بقى اللي انا عملتها ان انا خدت بريك لنفسي من الناس ومن السوشيال ميديا ومن كل حاجه كانت بتضفيني. كل حاجه بتصدر لك فكره انك مش كفايه امسحها. وحتى من دماغك النفس اللي بتقارنك بنفسك زمان الغيها وقول لها انك غلطانه. الحاجه بقى اللي استخدمتها في البدايه وبجد اثرت فيها جدا ان اعمل حاجات صغيره ليا انا، ليك انت، حاجات صغيره. حتى لو اكله بتحبها، فنجان قهوه لوحدك، مزيكا حلوه كده وانت سايق ولا بتتمشى، لحظه هدوء في البلكونه او على السطوح. كل دي جرعات كده عامله زي المخدرات يعني، بس المخدرات الصحيه بتشحن روحك. بس للاسف احنا بنستقل بيها وبنشوفها حاجه مش هتغير اللي احنا فيه. الحاجه الرابعه، كنت دايما برجع للحاجات اللي كنت بعملها وبحبها قبل ما انطفي، حتى لو بقت بالنسبه لي ولا حاجه او بعملها من غير مشاعر. هستمر. المشاعر بترجع مع الوقت زي النور كده لما بتولع شمعة صغيرة. الحاجة الخامسة، وكانت من أكتر الحاجات اللي كنت بخاف منها بس اكتشفت إنها بجد مهمة ومفيدة، إن أنا مش عيب إن أنا أطلب المساعدة، مش عيب إن أنا أقول إن أنا محتاج أتكلم، مش عيب إن أنا أروح لدكتور، مش عيب إن أنا أحكي لحد قريب. واكتشفت إن قوتي مش إن أنا كنت أستحمل وانطفي وأسيب جوايا. القوة لقيتها إن أنا آخد خطوة للنور، لإن أنا أخرج من اللي أنا فيه. وده اللي انت هتعمله واللي انا متاكد انك هتعمله. عايز اقول لك على حاجه من قلبي: الانطفاء مش حكم نهائي الناس هتحكم عليك بيه وهتقول انك انت انسان متوحد او بتحب الاكتئاب والزعل ومش عايز تعرف حد فيهم. عباره عن حاله، وكل حاله وليها خروج. اوعى تصدق دماغك لما تقولك انا كده خلاص، لانك مش كده ابدا، وانت عمرك ما كنت خلاص. انت بس محتاج حضن، محتاج راحه، محتاج نفسك الحلوه تاني، وهي محتاجه اي خطوه بسيطه من اللي احنا قلناها. وحتى لو كانت انك كملت الفيديو ده للاخر، لانها معناها انك بجد عايز تتغير. فانا فخور بيك عشان وصلت لهنا، وانا بقول لك ان في نور مستنيك في اخر النفق والله، وهتبقى زي الفل. ولو بقيت زي الفل اوعى هتبطل تتفرج عليا. ده انا اللي طلعتك اشتكي لك منهم تعمل زيهم؟ اوعى. انا بحبك وعارف انك هتكمل معايا انا كمان، بس انا عايز اقول لك امشي يا عم، حتى لو هتمشي بالبطيء امشي، بس على الاقل ما تقفش. بس يا سيدي، لو حسيت بقى انك مش لوحدك وان انا فدتك، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول على قد ما يقدر انه يفيدك بتجاربه الحياتيه الجميله اللي غيرت منه حاجات كتير. واتمنى ان انا اكون بسعدك لما بتشوفني وبخليك احسن، وانا واثق فيك انك هتبقى احسن، وانا لو اختفيت فانت بقيت احسن، ودي اهم حاجه. ويعني حاول بقى توصل الرساله دي لاي حد محتاج يوصلها،
وحب لاخيك ما تحب لنفسك. وتقدر تكتب لنا في الكومنت كده انك انت لسه موجود ومفيش اي انطفاء هيسيطر عليك، فبس انك موجود انا موجود. وخلينا نشوف بعض وننور لبعض الطريق. خد بالك من نفسك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.